تسريب العقود. تسريب بقى العقود. شايف ان تسريب العقود ده كارثه وكارثه كبيره قوي. وزي ما الاستاذ احمد قال ان في حد طبعا قاعد ومعاه قاعد على عارف انت نتيجه الثانويه العامه اعمل لحد جوه النادي يعني. طبعا الحاجات دي كلها من جوه النادي. طبعا احد الاشخاص من خارج اداره النادي هو اللي بيسربها عشان بيضرب في مجلس الاداره الحالي. بيبين ان الفلوس اللي اللعيبه بتاخدها طبعا مغالى فيها. انت شايف ايه؟ انا على اللعيب يعني بص لو انت مثلا يعني مثلا لو فرجاني سيسي موجود ب5 مليون دولار عادي جماهير الزمالك عادي ساسي بن شرقي لكن انت جايب لي لعيبه مع احترام ليهم سامسون وقبل كده الوردي وقبل كده مش عارف ايه بمبالغ وبيقعدوا شهرين ثلاثه وبيمشوا شهرين ثلاثه ما بيعملوش حاجه. واللعيبه اللي عندك اللي انت جايبهم من 4-5 سنين هم اللي بيأدوا وماشيين بمستوى كويس. في كارثه ثانيه بقى في عقد امام عاشور ان الوكيل او الوكلاء الخاصين بامام عاشور حاطين بند 10% نسبه اعاده بيع امام عاشور للوكلاء مش للنادي. يا نهار ابيض. والله ده بجد؟ يعني 15% اعاده بيع. يعني انت هذا بند بالمره مش موجود محطوط للوكلاء؟ ل 10% للوكلاء. يعني انا لما اجي ابيع امام عاشور من نادي ميتلاند لاي نادي تاني ال 10% تروح للوكيل. يعني امام عاشور ده كان بتاع الوكلاء مش بتاع الوكلاء. فدي كارثه وكارثه كبيره قوي في نادي الزمالك.